في بعض الأحيان قد تحتوي صفحة العمل على عدد كبير من البيانات والمعادلات، وفي هذه الحالة سوف يكون من الصعب إيجاد العلاقة بين الخلايا المختلفة داخل صفحة العمل يدويا. ويقدم لنا برنامج إكسل العديد من أدوات التتبع التي تستخدم لإيجاد العلاقة بين الخلايا داخل صفحة العمل. وقبل التعرف على كيفية استخدام هذه الأدوات، سوف نتعرف على البيانات التي يمكن أن تحتويها الخلايا داخل صفحة العمل. فالخلية داخل صفحة العمل يمكن أن تحتوي على بيانات أو معادلات، والخلايا التي تحتوي على بيانات إما أن تقوم بالتأثير على النواتج الموجودة في خلايا أخرى، أو تكون عبارة عن ثوابت لا تؤثر على أي خلية داخل صفحة العمل، أو تؤثر على قيم الخلايا التي تحتوي على معادلات. أما قيم الخلايا التي تحتوي على معادلات فهي تتأثر بتغيير القيم الموجودة في الخلايا المستخدمة في المعادلة، كما يمكن أن تؤثر الخلايا التي تحتوي على المعادلات على خلايا أخرى داخل صفحة العمل. ويمكننا برنامج إكسل من تحديد الخلايا التي تؤثر في خلية معينة، كما يمكننا من تحديد الخلايا التي تتأثر بهذه الخلية. ويمكننا تتبع العلاقة بين الخلايا من حيث تأثيرها أو تأثرها بخلايا أخرى عن طريق استخدام أوامر القائمة الفرعية Formula Auditing. ويتم الوصول إلى هذه الأوامر بفتح القائمة المسجلة Tools واختيار Formula Auditing، وتظهر داخل هذه القائمة العديد من الأوامر التي تستخدم لتتبع وتصحيح الأخطاء داخل صفحة العمل. ولسهولة الوصول إلى هذه الأوامر يمكننا إظهار الشريط Formula Auditing والذي يحتوي على جميع هذه الأوامر التي نراها. ويمكننا إظهار هذا الشريط إما باختيار Show Formula Auditing Toolbar من هذه القائمة، أو بالضغط على مفتاح الماوس الأيمن فوق أي من شرائط الأدوات المفتوحة داخل البرنامج، واختيار Formula Auditing من القائمة المختصرة التي تظهر، فيظهر الشريط داخل واجهة البرنامج. وعلى سبيل المثال، إذا أردنا تحديد موضع الخلايا التي تتأثر بتغيير القيمة أو المعادلة الموجودة داخل الخلية B11، نضغط بالمؤشر داخل الخلية لاختيارها، ثم نضغط على المفتاح Trace Dependence من الشريط Formula Auditing، فيظهر سهم أزرق اللون يشير في الاتجاه من الخلية B11 إلى الخلية B18. وهذا السهم معناه أن الخلية B11 تؤثر في الخلية B18، بمعنى أنه بمجرد تغيير القيمة أو المعادلة الموجودة في الخلية B11 سوف تتغير القيمة الموجودة في الخلية B18. ولتحديد الخلايا التي تؤثر في الخلية B11 نضغط على المفتاح Trace Precedence، فيظهر سهم أزرق اللون من الخلايا C11 و E11 إلى الخلية B11، وهذا يدل على أن هذه الخلايا تؤثر في قيمة الخلية B11. فبالنظر إلى شريط المعادلات فورمولا نلاحظ أن القيمة التي تظهر داخل الخلية B11 عبارة عن حاصل جمع الخلايا C11 و E11. ولحذف آخر مجموعة أسهم تم إظهارها والخاصة بالخلايا التي تتأثر بتغيير قيمة الخلية الحالية، نضغط على المفتاح Remove Dependent Arrows. ولحذف آخر مجموعة أسهم تم إظهارها والخاصة بالخلايا التي تؤثر في الخلية الحالية، نضغط على المفتاح Remove Precedence Arrows. ولحذف جميع الأسهم الظاهرة نضغط على المفتاح Remove All Arrows. فنلاحظ أنه قد تم حذف جميع الأسهم الموجودة في صفحة العمل.